جمعية رعاية للمسنين، وكذلك نائبة رئيس الفيدرالية الدولية المغربية لجمعية المجتمع المدني. اليوم أنا جيت كنمثل مدينة الدار البيضاء، وكذلك هذه الجمعية التي أنا أنتمي إليها، وأمثل كذلك ساكنة عمالة من قطعة عين الشق بهذه المدينة العزيزة، المدينة الصحراوية الجميلة، التي صراحة اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، مدينة بوجدور الحبيبة. احنا اليوم نتواجد للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء. وبهذه المناسبة أترحم على المغفور له الحسن الثاني رحمه الله صانع الأمجاد، وكذلك نتمنى الصحة والعافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وإحنا اليوم العيد عيدين، يعني الاحتفال بخمسينية المسيرة الخضراء، وكذلك الاحتفال ب يعني الانتصار الدبلوماسية المغربية، كذلك إقرار عيد النصر اللي الحمد لله غادي يكون في 21 أكتوبر من كل سنة. نحن اليوم فرحانين في هذه الأجواء اللي كتشوفي ما شاء الله، أجواء فرح وأجواء احتفالات وأجواء صحراوية بامتياز، ونحن نتواجد داخل هذه الخيمة الجميلة بوجود وجوه طيبة وفعاليات جمعوية اللي جات باش تشاركنا كذلك الفرح. وكنشكروا بالمناسبة الأستاذة الكريمة الفاعلة الجمعوية بامتياز السيدة حنا الزاوي، التي استقبلتنا بكل فرح وبذبح الأكباش وبكل الفرح. كما أشكر كل الفعاليات من كل المدن المغربية، وكذلك من دكار من السنغال السيدة فتيحة الغنية عن التعريف كفاعلة جمعوية، وكذلك الأخت الكريمة فلكي خديجة من مدينة أكادير الحبيبة. والحمد لله فعاليات كثيرة من المجتمع المدني الحاضرة معنا. تحية كبيرة، وكل عام ونحن الصحراء دائما مغربية، والصحراء في مغربها والمغرب في صحراء. وشكرا.